يا رب ما تكونش اللي في دماغي، هي يا ريتني ما خدته. انا جاي من اخر الدنيا عشان اجيب لي نفس الجلطه. هجمة لحارة الصفيح ودي كتف قانوني. يا سلام يا سلام. مسكوا في بعض. قال له كتف قانوني وحكم اللقاء ما تكلمش. صرف النظر عن اي اعتبارات اسريه بعيده عن ارض الواقع. ما شربش الشاي اشرب الزوز يا اخي. سايب الدنيا كلها وجاي على الغلبان. مرزق يا عم. يا ست عربيه ارحميني. طريق سلام انت. لا اتلخبطت، خدتها بالغلط والله خدتها بالغلط. يختي ايه اللي جابك هنا؟ مؤقت اف 4 وشيفت ديليت على طول يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد. في البدايه ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في ارض العزه وفي السودان وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمين. لو انت لسه ما صليتش او في وراك واجبات او مذاكره او اي حاجه مهمه لسه هتعملها، قوم اعملها الاول وبعدين بتفرج على الفيديو. لو انت خلصت اللي وراك اهلا وسهلا بيك، اتفضل معانا. بس قبل ما نبدا صلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه جديده من فورزا هورايزن 5 ان شاء الله باذن الله. حلقه فيها سباقات جميله وضحك يعني، هتعجبكم ان شاء الله. كالعاده زي ما انتم عارفين مش هنحرق الحلقه، بخشوا اتفرجوا عليها. المهم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال: امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والذكر ده زي ما احنا عارفين من أذكار الصباح والمساء، فنحاول نحافظ على الذكر ده على قد ما نقدر. ودي كانت هدية النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا من غير ما نطول عليكم نبدأ ضحك النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نغير المكان ولا نخلينا فيه زي ما احنا، بس ننزل فيه ورا هنا كده، بحيث ان احنا ايه يعني ننطلق مباشرة يعني. ما نرجعش ورا، ننطلق مباشرة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب بقى سباق عدل، يا رب بقى سباق عدل يعني. مش عايزين نكسب بس على الاقل نطلع بالعشرة الاوائل يعني بلاش المسخرة دي. مفيش باكجات في قدامي اهو. يا رب ما يكونش حد رايح عليه. مفيش حد رايح، يا رب بس يطلع حاجة كويسة. بس 4 حلو، احسن من ما فيش. الحمد لله. بس وبيشي نخش هنا نشوفش اي باكجات تانية حوالينا. في هناك اهو، نروح نشوفه، بس ربنا يستر ما نقابلش حد ونتنفخ ونرجع نندم. انا عارف مكان الباكج اللي حاطينه فوق ده يعني، طالما حاطينه في حتة زي كده يلبس. لا مش وقته. يا ايوه الحمد لله بتطلع. شكله اتاخد الباكج اللي كان هنا ده، ما اتاخدش. 5 حلو اهو، احسن من اللي معانا. يا رب ما تكونش اللي في دماغي، هي يا ريتني ما خدته. ممكن ارجع في كلامي. اوف عليها عربية رمة، ما بحبهاش. جاي من اخر الدنيا عشان اخدها. العربية مويريال دي. البس يا عم. بتفحط في الهوا دي بتفحط في الهوا، ما بتتحركش خلاص. لا اله الا الله، لا اله الا الله. في ايه يا حبيبتي؟ اهدى يا حبيبي، انزلي بقى، انزلي بالراحة. في باكج هنا ولا انا بيتهيأ يا دي الليلة البيضة. يبقى انا غلطان. انا اسف انا جاي من اخر الدنيا عشان اجيب لي نفس الجلطة. كان معانا عربية كويس، ايه اللي خلانا جينا هنا؟ اسمها ايه؟ بورش 911 دي. بعد كده نشوفها في اي حتة ما ناخدهاش. مفيش باكجات تانية خالص. خلينا نخلص من العك اللي معانا ده. نروح نشوفه، يا رب يكون حاجة عدلة. ده هيجي يعمل لي فيها بتاع بقى وهيبوظ علينا الدنيا ده. هجمة لحارة الصفيح ودي كتف قانوني. يا سلام يا سلام. مسكوا في بعض. قال له كتف قانوني وحكم اللقاء ما تكلمش. يا رب باكج عدل. تقريبا انا كده رايح بره الزوم. ايوه العربية تحوت بيها يمين، تحوت شمال، تخش يمين. اللي هي حرفيا زي ما بيقولوا ايه، عربية نكبة. ايه مفيش يا جدعان باكجات خالص. وهناك اهو. امشي عدل بقى يا رب، حاجة عدلة يا رب. يا رب حاجة عدلة بدل القرف اللي معايا ده. كام؟ بسرعة اي حاجة احسن من اللي معايا دي. صرف النظر عن اي اعتبارات اسريه بعيده عن ارض الواقع. ما شربش الشاي اشرب الزوز يا اخي. يا رب دي تمشي. التاني كانت بتوصل 100. طيب انت يعني خلاص سايب الدنيا كلها وجاي على الغلبان. ما بتجيبش 100 اصلا، دي ما بتجيبش 100.
هو زمان وصل اصلا من صباحية ربنا يا عمي. ده انت غتيت غتيت غتيت. اخبط طيب ولا يحصل لك اي حاجة. كسب للقفص القفيس كسب. اوف. نفس المكان يعني لعل وعسى بقى الدنيا تتظبط شوية يا رب بقى. جيم حلو ورانا. خدوا نشوف لنا حد تاني. لا 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 لا، شكرا مع نفسيكم. ان شاء الله باذن الله. يعني لو كان في باكج هنا 3 مش مشكله. خلينا طوالي. طب الحمد لله في باكجات هناك. يعني بعد السباق ما يخلص نحاول نشوف لنا باكج عدل. يعني هو معاه نفس العربيه وجاي اسرع مني ازاي ما اعرفش. ان شاء الله بتاعي ان شاء الله. ما تحوصيش بس. الحمد لله كسبنا اخيرا. كسبنا في حاجه. اي حاجه بس بسرعه يا عم. يلا بسرعه. 2 يا معفن. نرجع مكان ما جينا. كان فيه باكجات بالهبل. يعني باكجات جايه تظهر وانا مش عارف اخدها. ما ابقى عايزها مش هلاقيها. امشي بقى عدل ما تبقيش غتيته. 2 كان في تاني حلوين الناحية دي. يا رب حاجة عدلة مش كله مستوى 2 كده. 4 أحسن من ما فيش. يا رب نطلع من الحتة دي عشان المكان ده نكبة. أيوة احنا كده طالعين من الزوم. في الغالب الناس هتبقى جاية من هنا مسرعة. مفيش باكجات أي حاجة. طب حد نسابه طيب. يا باكجات يا حد نسابه. خلينا نطور من العربية دي. باكجات. نروح على دول نشوفهم. يابا نلحقهم قبل ما يختفوا. في ليفل 3 ملوش لازمة. يا جدعان كان في واحد هنا 3 برضه. يعني انا جاي من اخر دين عشان ليفلات 3. خسرنا. هو كده اسح طبعا. يلا ما ده اللي ناقص. عمال يكتب لنا كلام برضه عايز يزهقني. يعني انت معاك ليفل 8 يا عم. معاك ليفل 8 يا عم. مرزق يا عم. خسرنا طبعا. لا اله الا الله. هيجي لنا ايه؟ طب متشكرين. ما اعرفش اعمل بيهم ايه دول. بس يلا حظ النهارده خايف خالص. فانا بقول يعني نجرب واحد كمان. مفيش ولا باكج هنا. طبعا هو كسب. هو جاي صح وانا رايح غلط. انا ما شفتهوش اصلا. فالجيم ده المفروض ما ينحسبش. يعني محدش عارف. هو ممكن يحصل له اي حاجه. نحاول نيجي احنا من نحو الطريق السريع. 100% هو كسب. ما خدتش بالي الزوم جاي منين. فهو كسب بقى وحلال عليه. ده والله في امل. والله في امل. كسب. اوه في اخر ثانية. في الاخر خالص. يعني انت استغليت الظروف. وازاي ما اعرفش والله. يعني هي ارزاق. يعني طب تمام نخش بقى طوالي زي ما احنا. معلش مع السلامة جود باي. والله العظيم شعور جميل. هو كان جاي عايز يلبسني لبسته انا. طب باكجات بقى يعني بعد اذنكم في باكجات هنا اهو. يا ست عربية ارحميني. انا ما بحبش التفحيط ده والله. يا رب ما يكون في حد رايح عليها. انا حاسس ان هي هتختفي اول ما اروح. عيب انا قلت. لكن ما علينا. ان شاء الله نلاقي غيرها ان شاء الله. هو الجيم بدايته مبشره. نهايته هتكون عامله ازاي بقى ما اعرفش. مع اللي جاي ورايا ازح ده عايز يجيبني. لكن ان شاء الله نخليه يلبس هنا في اي حاجه. ايوه يا رب يشبكوا في بعض. هما الاثنين يشبكوا في بعض عشان خاطر يشبكوا في بعض. خليكوا شطار. الحمد لله شبكوا في بعض. نهارك لذيذ. ما شبكوش في بعض وجاي ورايا. يا رب نلاقي حاجه. طب انتوا كلكم سايبين بعض وجايين ورايا ليه؟ انا مال انا. ما خدتوش. السلام عليكم. منك لله روح. يا رب يخسر. يا رب يخبط في اي حاجه. يعني انا عمال ادوس 60 مره على الانتر وما جاش حاجه. نجري بسرعه شويه بقى. مفيش حاجه قدامه. الطريق مفتوح وهو واخدها اسح طبعا. طريق سلامتك. الحمد لله خبط. يا رب بس تمشي معانا. الحمد لله. يا رب ما نخبطش. يا رب بسم الله. الحمد لله لحد حين الدنيا تمام. نرجع على الطريق احسن ان شاء الله. بتاعي ان شاء الله. يس عاش. الله ينور. والله 100. الحمد لله. لا اتلخبطت. اوف خدتها بالغلط. والله خدتها بالغلط. مش ممكن ارجع او باكج هناك. ويا رب يكون في حاجه عدله.
ايه ده بابا ده؟ خلاص اسكت انت، ما يقصدش فعلا، ما يقصدش. هو ايه اللي عندي انا؟ اسكت، هو ايه اللي عندي بس؟ تقريبا اللي كانت معايا كانت احسن من دي. نحاول نشوف اي حاجة تانية، نشوف ده اقرب. يا رب حاجة عدلة. نيجي نشوفها ايه هي. شكلها نفس اللي معايا بالظبط. اوهو. طبعا هو ازح. خلاص السباق راح مننا. والطريق ايه؟ يعني الطريق بالنسبة له عنب. مش هيخبط هو طبعا في حاجة، والعربية دي اخرها 80 يعني 100%. خلاص بالسلامة. يا ريتني ما غيرت السيارة، يا ريتني ما غيرت السيارة. يلا مع السلامة. واضح يا جماعة ان ملناش نصيب النهاردة نكسب، واضح ان الحظ مش معانا النهاردة خالص، لكن يعني 17 النهارده ما فيش نصيب خالص في اي حاجة يعني للأسف الأفيسي. يا ريتني ما كنت غيرت السيارة، متهيألي لما كنتش غيرت السيارة كانت الأمور هتبقى أحسن. يا جدع انزل على اللي تحت يا جدع بقى، انت سايب دي وجايب لي دي يا جدع. يلا يا جماعه عشان نختم، ده اخر جيم، اخر جيم بقى عشان عندنا تسجيلات تانية وحاجات كده، انا هنسجل حاجات تانية النهارده فمفيش وقت. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا صالح الحال يا رب. مفيش حاجه حوالينا طبعا معتاد. في باكج هنا، يا رب ما يكونش في حد هناك. اوف في واحد رايح عليه وهو هيسبقني طبعا. الحمد لله، يا رب بس تمشي، يا رب تمشي. الحمد لله هو لسه في اخر الدنيا، بس يا رب العربية تمشي. هو جاي ازح. يختي ايه اللي جابك هنا؟ يا رب نمشي، يا رب نمشي. السلام عليكم. حرام عليك اقسم بالله، والله حرام يكسب يا عم، حرام والله حرام. انا عاملين لي مسطحات مائيه في قلب السباق ده ليه يا عم؟ روح اجري يا عم. استغفر الله العظيم، لعبه تجيب جلطه والله. هو حظه الميه اللي جت قدامي، وانا ما كنتش اعرف خالص ان في قدامي ميه. انا عايز افهم يعني انتوا عاملين مسطحات مائيه في قلب الخريطه ليه؟ ممكن افهم. دي لعبه سباق عربيه، ليه في مسطحات مائيه في نص السباق؟ ليه لازمتها ايه طيب؟ مفيش ولا باكج حوالينا فينا، بس في اخر الدنيا يعني على ما اروح له هيكون اتاخد 100%، هيكون اتاخد على ما اروح. ايه طب بالله عليكم يعني ليه كده؟ ليه؟ انا عايز افهم ليه. قابل يا سيدي. حرام والله، والله العظيم حرام. عاملين لي مسطحات مائية في كل حتة. هو وصل اصلا. ان شاء الله اخر سباق بجد المره دي اخر سباق بجد. حاجه عدله عشان ما نزهقش والواحد ينفعل. وقصد اف 4 وشيفت ديليت على طول يعني. تقريبا في باكج ورا تقريبا. مفيش. طب الزوم فين؟ بعيد عننا خالص. يا رب نلقى حاجه. مفيش ولا باكج ولا باكج. منطقه كلها ما فيهاش حاجه. بعدين ايه الضلمه اللي انتم منزليننا فيها دي؟ مش عارف انا. مفيش باكجات خالص اللي انا عايز افهم. من الصباح ما يجيش حد هاني يسابقنا يبوظ لنا الدنيا اكتر ما هي بايظه. اخيرا باكج، يا رب بس ما حدش يروح ياخد. اهو لسه بنقول اخيرا باكج. لسه بنقول اخيرا باكج. طبعا هياخدها اسح ويروح يكسب. هو لو خبط في حاجه هيقوم وهيكمل عادي ولا اكنه في اي حاجه. شايفين العربيه بتاعته عامله ازاي؟ يا عم روح. مفيش ولا سباق عيد النهارده، كلهم زي الزفت. نقفل احسن نطلع. يس بالسلامة. بس دي كان اللي عندنا في حلقة النهارده، زي ما انتم شفتم مفيش توفيق بس ما علينا. المهم تكون الحلقة عجبتكم، تكونوا انبسطتوا وضحكتم، وما تنسوش تشتركوا في الجيف اواي بتاع القناة. زي ما قلنا لو وصلنا 1000 مشترك قبل نهاية شهر 8 هيبقى في 2 فائزين، فائز من الفيسبوك وفائز من اليوتيوب. التفاصيل هتلاقوها في الفيديو تحت في صندوق الوصف، او لو دعبستوا في القناة كده هتلاقوا الفيديو ان شاء الله. وعندنا النهارده في فقرة معلومة في دقيقة، من الفوائد الاجتماعية للصلاة التي تهذب علاقة الانسان بنفسه ان الصلاة بتعلم الانسان الصبر. فتلاقي العبد المسلم المحافظ على صلاته لو وراه حاجة مثلا واذن وقت الظهر مثلا
او وقت العصر او المغرب او العشاء وراه حاجه مهمه او وراه حاجه عايز يعملها، هيصبر عليها وما يستعجلش يعملها لغايه لما يؤدي فرض الله عز وجل في الاول، فيبدا يعلم نفسه الصبر. كذلك في الوقت ما بين الاذان والاقامه ممكن الواحد يروح ساعه الاذان يتوضا ويصلي ركعات السنن اللي هي السنن الرواتب او السنن الغير مؤكده، ويقعد وينتظر الصلاه، فتلاقي نفسه قاعد بيصبر. ممكن يكون مستعجل وراه مشوار وراه حاجه، لكن بيحترم المسجد وبيحترم المكان وبيحترم مواعيد الصلاه ومواعيد الاقامه، فتلاقيه بيعلم نفسه الصبر على العباده والطاعه، وبالتبعيه هيعلم نفسه الصبر على الابتلاءات والاقدار اللي ربنا عز وجل بيقدرها عليه. بس ده كان عندنا النهارده فقره معلومه في دقيقه، ان شاء الله تكونوا استفدتم. وقبل ما نختم ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا المسلمين في ارض العزه والسودان وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمين، ربنا عز وجل ينصرهم نصرا قريبا عزيزا، ويستخدمنا في نصرتهم ولا يستبدلنا، وينتقم ممن قتلهم وحاصرهم وخذلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد. صل على محمد.